الآن بالأردن راح أدخل من هذا النفق وأوصل إلى سوريا. كيف؟ أنت متخيل أنه النفق مساحته أكثر من 200 كيلو، واللي انبنى في العصر الروماني تحت الأرض قبل أكثر من 2000 سنة، واللي اكتشف عام 1989 وتمت تسميته بأم قيس. اشتهر هالنفق بعدة مسميات مثل قناة فرعون وقناة القناطر، وهو عبارة عن ممر مائي يبدأ في داعل شمال درعا السورية ويمر بسهل حوران ولواء الرمثة وبلداتها شمال الأردن، وكانت تغذية عيون ماء في مواقع مختلفة. على فكرة نحن الحين تحت الأرض حوالي 20 متر. راح تنبهر بهندسة النفق كيف عملوه بذاك الزمان، وبرودة النفق اللي توصل أقل من 10 درجات. أول ما تطلعوا من النفق العسكري راح تحصلوا هذه الكنيسة الثومانية اللي عمرها أكثر من 2000 سنة. راح تشوف مسرح روماني للشعراء للأمسيات الشعرية وجمال الأعمدة والآثار الرومانية. تخيلوا أنا بالأردن، هناك على اليمين فلسطين وهنا سوريا، خلف هذا الجبال لبنان. وراح تزور المتحف اللي يضم كل أدوات الحفر اللي حصلوها بالنفق وحتى القناديل وغيرها. تجربة فريدة جدا، فعلا الأردن حضارة وتاريخ. وخبرني الحين متى راح تزور الأردن؟